مهاجم منتخبنا السوري بابلو صباغ اللي تعرض للظلم من بعض الجماهير المنتخب السوري انه اداء بابلو صباغ اقل من اداء عمر السومة، وكانوا كله بيتمنوا وجود عمر السومة، ولكن بابلو صباغ للامانه مهاجم عالمي. بابلو صباغ لما شارك بتصفيات كاس اسيا كان اللاعب عنده اصابه خفيفه وتعرض للاصابه القويه ضد المنتخب الايراني. بابلو صباغ بعد ما رجع من الاصابه وشارك مع ناديه للمره الاولى اساسي وسجل هدف. مباراة الليلة كمان شارك أساسي، سجل هدف وقاد فريقه للانتصار وصدارة الدوري البيرو بفارق نقطتين على الوصيف. بابلو صباغ رجع شهيته التهديفي فتحة بابلو صباغ. إذا إجا مباراة الوديتين للمنتخب السوري وشارك فيهم وسجل 3 4 أهداف راح يرجع بابلو صباغ اللي بنعرفه. لك بابلو صباغ على القليلة منتخب الكولومبي كان راح يجيب هذا اللاعب، ولكن لولا الإصابة كان اللاعب هلا مع منتخب الكولومبي، وانتم بتعرفوا مين هو المنتخب الكولومبي. بالتوفيق لبابلو صباغ. بتمنى من صناعي المحتوى، بتمنى من جماهير المنتخب السوري الدعم لهذا اللاعب، لأنه هذا اللاعب راح يفيد المنتخب السوري وحتى راح يفيد اللاعب السوري كتطور كاحتراف كأي شيء. تحياتي على الجميع وبالتوفيق لبابلو صباغ.